السلام عليكم. عارفين ان في جوه معدتنا وامعائنا مخلوقات صغيره جدا عايشه معانا اسمها البكتيريا النافعه. يمكن اول ما نسمع كلمه بكتيريا نفتكر مرض او عدوى، لكن الحقيقه ان البكتيريا النافعه دي من اهم اسرار صحتنا. طب ايه هي البكتيريا النافعه؟ البكتيريا النافعه او البروبيوتكس هي ميكروبات صغيره بتعيش طبيعي في امعائنا وبتعمل زي جيش حمايه. وظيفتها تساعد في هضم الاكل، امتصاص الفيتامينات، تمنع البكتيريا الضاره انها تسيطر وتعمل التهابات او عدوى، تقوي المناعة وتقلل الالتهابات، تحافظ على صحة المعدة والقولون وتقلل الانتفاخ والإمساك. إزاي ممكن تسبب لي تعب؟ البكتيريا دي زي أي حاجة في الجسم محتاجة توازن، لو زادت أو قلت بشكل مش طبيعي ممكن يحصل إسهال أو إمساك، انتفاخات وغازات، ضعف في المناعة، التهابات متكررة في المعدة أو القولون. حتى ممكن تسبب إرهاق، اكتئاب، قلة تركيز، لأنها مرتبطة بالجت برين اكسس، يعني المعدة والمخ مرتبطين ببعض. لو حصل خلل أو نقص فيها إزاي أقدر أعوضه؟ عن طريق الأدوية. في مكملات اسمها البروبيوتكس بتتباع في الصيدليات على شكل كبسولات أو أكياس، في مكملات تانية اسمها بروبيوتكس، ودي مش بكتيريا، دي ألياف بتغذي البكتيريا النافعة اللي عندك وتخليها تنمو وتكبر، وساعات الدكتور يكتب الاتنين مع بعض. ممكن أخدها عن طريق الأكل، الزبادي أو اللبن الرايب، الجبنة القديمة المتعتقة ولكن طبعا باعتدال، المخللات الطبيعية مش اللي فيها مواد حافظة. في حاجة تانية اللي هي الكاوتشي أو الكرنب المخلل، أكل غني بالألياف زي الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، لأن ده بيغذي البكتيريا النافعة. آخر حاجة إزاي أحافظ على البكتيريا دي؟ أقلل المضادات الحيوية، ما اخدهاش غير بالضرورة مش عمال على بطال، لأنها بتموت البكتيريا النافعة والضارة مع بعض. أقلل من الأكل الجاهز السكر لأنه بيغذي البكتيريا الضارة. حافظ على نظام غذائي متوازن فيه ألياف وخضار وفاكهة. البكتيريا النافعة دي مش بس ميكروبات صغيرة، دي سر كبير من أسرار صحتنا. لو اهتمينا بيها وحافظنا على توازنها هتساعدنا نعيش بصحة أحسن وبراحة أكبر في معدتنا وجسمنا كله.